نعم، المغرب يفعلها رسميا. المنتخب المغربي في ثمن نهائي كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الكندي. أكثر المتفائلين لم يتوقعوا أن المغرب سيتأهل وهو متصدر لمجموعته، وخصوصا أن هذه المجموعة لقبت بمجموعة الموت، حيث تضم منتخب البلجيكي ثاني أقوى منتخب في العالم حسب تصنيف الفيفا، والمنتخب الكرواتي الذي شارك في نهائي كأس العالم في النسخة الماضية، بالإضافة إلى المنتخب الكندي. ولكن هذه الشكوك لم تدم طويلا حتى تبددت في أول مباراة خاضها أسود الأطلس أمام الكروات، ليشعر المغاربة بأن لديهم مقاتلون داخل أرضية الملعب وليسوا لاعبي كرة قدم. منتخب استطاع أن يخطط لكل مباراة على حدة ويدرس مكامن الضعف والقوة لكل خصم ويعمل عليها، فبقيادة مدربه وليد الركراكي الملقب برأس لافوكا، أصبح أول مدرب مغربي استطاع الصعود بمنتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. تشكيلة المغرب كعادته تضم أفضل المواهب التي تنشط في أكبر الدوريات الأوروبية، ولكن الشيء الذي ميز هذا الجيل عن سابقها هو الروح الوطنية التي تحلى بها اللاعبون، والرغبة في الفوز التي لم نشهد لها نظيرا من قبل. أشرف حكيمي وكعادته كالقطار السريع في الجانب الأيمن من الملعب تألق هجوميا ودفاعيا أيضا. أما عن حكيم زياش فلا أظنني استطعت التعرف عليه داخل أرضية الملعب، فهو لاعب آخر بالمجمل أثبت بأدائه هذا علو كعبه، وأن موهبته الفذة لا غنى عنها في المنتخب الوطني. أما عن المحارب الذي لن نستطيع أن نقول عنه مجهولا، فلقد عرف عن نفسه بكلمات وأحرف عريضة ووصل صداه العالم. سفيان المرابط، القطعة التي تشكل العمود الفقري لمنتخب أسود الأطلس. أما عن اللاعب الذي يشغل موقع رأس الحربة في الفريق، الذي دائما كان يتلقى سيلا من الانتقادات والشتائم، أثبت للجميع بأنه يستحق كل الدعم والاحترام، يوسف النصيري، فهو الآخر لم يدخر جهدا طيلة المباريات الثلاثة، واستطاع أن يسجل هدفا رائعا وحاسما في مرمى المنتخب الكندي. وإليكم بعض الصور لأبي اللاعب يوسف النصيري وهو متأثر بفوز منتخب بلاده. الله يخلي لك يوسف، الله يخلي لك يوسف ويخلي لينا، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليك، ربي يجي وعرف شغلك، الله يحفظك.